مش بس كده، شعور غريب. تصدق انا كنت في الاول رافض الفكره من جوايا، اللي هو ايه ده ريم؟ ازاي؟ دي لسه صغيره. بس لما شفتها مبسوطه وفرحانه وشكلها بتحبه، قلت ياه، دي كبرت قوي. امتى ده حصل وازاي؟ وبعدين هقعد في وسط ناس وتبقى قاعده جنبي قول بنتي وانا موافق الحقيقه؟ لا 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 لا. احساس غريب قوي قوي قوي، احساس يغيظك. وكنت فرحان بس يضايقك برضو، لانه واحد جاي ياخد بنتي مني. ايه ده؟ لخبطتني يعني. كنت حاسس بايه؟ حاسس اني غيران في واحد هيجي ياخد بنتي مني. بس هنعمل ايه؟ هي دي سنة الحياة. طلباتكم ايه بقى في المهر والشبكه؟ لا 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 لا، بص حضرتك، موضوع الماديات ده ما يهمنيش اطلاقا. احنا بنشتري راجل. الشبكة دي بقى بتبقى هدية من العريس للعروسة حسب ذوقه بقى وحسب امكانياته. ايه اللي بتقوله ده يا ادهم؟ لازم نتفق على كل حاجه الاول. يا ستي هنتفق. ده سيف ده حبيبي، كفاية انه بيحب النادي اللي انا بموت فيه. ايه ده؟ انت اهلاوي برضو؟ ايه؟ انت اهلاوي؟ يعني انت اهلاوي يا سيف؟ يا باشمهندس ده كلام قديم قوي. لا لا ايه يا بابا انت لسه فاكر؟ مش انا بطلت اشجع الاهلي من ساعه ما جوزيه مشي؟ معلش يا باشمهندس، انا عندي زهايمر. ده كان صغير بيشجع الاهلي، لكن لما كبر كان بيشجع بشجع الزمالك يا بابا. هو في نادي غيره؟ لما كابتن طارق السيد قال انا شامم ريحه الدوري وخدتوا الدوري. يا بابا خدنا الدوري. صدقني حضرتك ده ليل نهار قدام التلفزيون عشان ماتشات الزمالك، لغايه يا حبيبي ما جاله اكتئاب كده زي ما حضرتك شايف. والله يا ست الكل. والسبعه اكبر من التسعه ولا ايه يا باشمهندس؟ انا مش مطمن لك. طب انا بقول نسيبنا بقى من الزمالك والاهلي وخلينا في المهم. طب قولوا لنا بقى حضراتكم، عايزين شبكه بكام؟ والمهر؟ شبكه ومهر ايه؟ لسه بدري قوي على الكلام ده. انا بيتهيألي نتكلم في الشقه الاول. لا، ما انا جبت شقه كبيره حلوه لسيف جنبنا. طيب كويس قوي. جنبكم فين بقى ان شاء الله؟ موجوده يا باشمهندس في حدائق الاهرام. تمام. هو ايه اللي تمام؟ لا مش تمام. حدائق الاهرام دي بعيده عننا قوي. ولا بعيده ولا حاجه، وكل حاجه ليها حل. بصراحه احنا مش حابين ابدا ان احنا نبقى لوحدينا بعد سيف ما يتجوز. طب ما احنا كمان مش عايزين بنتنا تبقى بعيده عننا. ولا بعيده ولا حاجه، الطرق والكباري قربت البعيد، يعني مفيش مشكله. مفيش مشكله ازاي؟ مش فاهمه. ريم يا حبيبتي، ايه رايك يا روحي؟ شقه في حدائق الاهرام؟ بصراحة يعني يا بابي، حاسة أنا ما عنديش مشكلة قوي يعني. يعني ايه ما عندكيش مشكله؟ لا طبعا في مشكله. انت كده معناها ان انت هتبقي الناحيه التانيه مننا خالص. لا بعد اذنكم، انا شايفه انها تبقى قريبه مننا احسن. بس احنا خلاص جبنا الشقه، وبعدين هي مش لازم تبقى جنبكم يعني. بصراحه انا شايفه انتوا ايه؟ انا مش فاهمه. لا ولا حاجه، خلاص عادي اللي تشوفوه. طيب خلاص حضرتك، انا ممكن ابيع الشقه واجيب شقه تانية. شيء اللي تبيعها يا ابني، ده احنا لسه ما سددناش اقساطها. لا يا بابا انا ممكن اتصرف. انا هبيع الشقه وهجيب شقه تانية ان شاء الله تعجب ريم وتعجبكم برضو اكيد. معلش يا باشمهندس، اللي بيشتري راجل بيشتري راجل بشقته. لا معلش، شراء الراجل حاجه وشراء الشقه حاجه تانية خالص. والعرف بيقول ان البنت لازم تبقى جنب اهلها. طب ليه اقتراح، ايه رايكم تيجوا تشرفونا عندنا في البيت، ناكل لقمه مع بعض وتتفرجوا على الشقه، يمكن الشقه تعجب ريم. ان شاء الله نبقى نرتبها باذن الله. ايه ده؟ يعني احنا مش هنقرا فاتحه؟ لا، لما نتكلم انا وباباها ونشوف هنعمل ايه. طب ما نقرا فاتحه دلوقتي وبعدين تتكلموا في اللي انتوا عايزينه. وليه بس يا حبيبي الاستعجال؟ احنا مش مستعجلين خالص. ادينا المره دي قعدنا وتعرفنا على بابا وماما، ودي فرصه لطيفه جدا. اتكلم انا وباباها بقى ونشوف هنعمل ايه ونرد عليكم. طيب نستأذن احنا يا جماعه. يلا يا سيف. ما لسه بدري يا جماعة. ما استني بس يا ماما. يلا يا سيف. قوم يا حبيبي. فرصه سعيده قوي يا هانم. انا اسعد. ميرسي جدا. ميرسي. أنستونا ونورتونا يا جماعة. مع السلامه، نورتونا. مع فرصه السلامة. سعيده يا فندم. السلام يا مدام ياسمين، نشوف حضرتك بكره في الشركه. ان شاء الله يا سيف. مع السلامه باسم بيه، مع السلامه. مع السلامه. سلام. اتفضلوا اتفضلوا، مع الف سلامه.
الله مع السلامه. يسلمك. مع السلامه يا فندم. الله يسلمك. مع السلامه يا باسم بيه. سلام يا سيف. سلام يا باشمهندس. سلام. انستم وشرفتم. اشوفك قريب يا سيف. بكره يا باشمهندس بكره. شفتوا بقى؟ اهو ده اللي كنت خايفه منه. خايفه من ايه بس يا ماما؟ مش وقته الكلام دلوقتي، احنا لسه قدام بيت الناس. يا بابا ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه. فعلا هو ما حصلش حاجه. والله انت كمان يا باسم شايف ان ما حصلش حاجه؟ ممكن نفسي بس نقرا فاتحه، نقرا فاتحه. فتحت. انت ازاي تلغي الخطوبه وانا قاعد؟ انا كان ممكن امشي القعده زي ما انا عايز وتربى الدنيا ويبقى شكلنا كلنا زي الزفت. انتوا هتتخانقوا قدامي ولا ايه؟ ما يصحش. انت رايحه فين يا بنتي؟ سيبيه يتخانق، ما هو اساسا جاي بيتلكك. انا اللي بتلكك لما انت كنت مقرره كده من الاول. قلت لهم يجوا ليه؟ ليه تحطوهم في الموقف المحرج ده؟ مفيش احراج ولا حاجه يا حبيبي، دي كانت قعده تعارف. اولا انا وافقت ان هم يجوا، ده من زن بنتك عليا. ثانيا بقى انا مش شايفه ان هم جاهزين للجواز، لما يبقوا جاهزين يجوا. انا مش شايف ان هم مش جاهزين، انا شايف ان هم جاهزين بس على قد امكانياتهم، والولد بيحب البنت. خلاص نقف جنبه ونساعده. الله، وانا ايه اللي يجبرني اتجوز بنتي لواحد عايز يتساعد؟ الله الله الله. وانا لما جيت اتقدم لك كان حيلتي حاجه؟ ده لولا وقفت ابوك وامك جنبي. طب والله كويس ان انت فاكر ان ما كانش حيلتك حاجه. ثانيا بقى بابا وماما عمرهم ما ساعدونا. صلوا على النبي يا جماعه، مش كده؟ كله خناق خناق خناق. قولي له ما هو اللي ابتدى. لا انا اعصابي تعبت خلاص، ما اقدرش اتفرج عليكم وانتوا بتتخانقوا على طول. اعصابي تعبانه والله. انا هسيبكم وماشي. رد وانت مش فاضلنا. ممكن يا بعدين رب. ثانيه واحده هنا، انا بكلمك انت رايح فين؟ هو حضرتك هتفضل مقضيها كده ما تجيش الشركه لغايه امتى؟ ليه يعني؟ وحشتك؟ ايه وحشتني دي؟ لا طبعا، بس في اوراق مهمه قوي لازم تتمضي في الشركه. لما ابقى افضى هبقى اجي نضيف. ما انت فاضي، هو انت وراك حاجه؟ وبعدين يا باشمهندس الشغل مش هيمشي على مزاجك على فكره. بقول لك ايه، انا حاطط سيستم للشركه دي يمشي لو حتى انا مش موجود. انت حر، بس ساعتها مش عارفه رد فعلي هيبقى ايه. انت بتهدديني. ما انا كمان لو مشيت وراك هخسر شركتي. تخسري ايه؟ شركتك شركتنا، ولا نسيتي؟ انت اللي نسيت. شركتنا دي لما تبقى حضرتك بتشتغل زيك زيي، لكن عشان تبقى عارف من هنا ورايح كل الديلز اللي انا عملتها هتتخصم من نصيبك في الشركه. بتاع جاسمين كو. والايفنت معلش نسيته. تمام، بس انا هقولها لك لتاني مره، لو ما جيتش الشركه وشفت شغلك انا هخصم فلوس الديل ده من حسابك في الشركه. ده لما تبقي فاتحه طابونه. عارفه يعني ايه طابونه؟ عارفاها، ده اللي حضرتك بتبات فيها كل يوم. وبعدين ها، ايوه في الطريق دلوقتي في نفس المكان. اوكي باي. اللهم طولك يا روح. انا بجد مش مصدقه نفسي بعد كل ده احرجوني واحرجوا سيف واهله. لا وايه، عادي جدا نتخانقوا كالعاده. لا ومش بس كده، انت عارفه ان الاتنين مشوا وسابوني لوحدي. طب اهدي بس يا ريم. انا هاديه يا سلمى، انا بس مصدومه وما بقتش عارفه هما بيعملوا معايا حتى كده ليه. على فكرة بتحصل كتير في أي حد بيجي يتقدم بيجوا مرة تانية. ماشي بس ولا بالاسلوب ده ولا حتى بالطريقه دي. يا بنتي ما